بص يا معلم، بيبدأ الفيلم بأسرة مكونة من 3 أفراد راكبين عربية ورايحين لمدينة صغيرة اسمها هولو. وبيكون هاورد واخد بنته سيدني ومراته إيميلي ورايحين المدينة دي عشان جات له وظيفة كويسة في مدرسة هناك. وبتكون بنته متضايقة بسبب إنهم رايحين المكان الجديد ده. وأول ما بيوصلوا المدينة بيلاقوها مليانة تماثيل مرعبة، وده لأن اليوم اللي بيوصلوا فيه بيكون يوم الهالوين. فبتنبهر سيدني من شكل المدينة وبتغير رأيها فيها. وأول ما بيوصلوا للبيت اللي هيقعدوا فيه بتقترح سيدني على أبوها إن هما كمان يزينوا بيتهم بحاجات مرعبة، لكن هاورد بيرفض الموضوع لأن هو ما بيحبش عيد الهالوين وشايف الاحتفال والزينة بيه مجرد سخافات. فبتتضايق سيدني من كلام أبوها وبتدخل تشوف البيت اللي هيقعدوا فيه. في الوقت ده بيجي واحد جيرانهم وبيتعرف على هاورد، وبيكون راجل كبير في السن اسمه سولي. وبيكون سولي تصرفاته غريبة شوية ومهتم جدا بعيد الهالوين. وبعد ما بيخلص معاه بيروح هاورد لمراته إيميلي وبيتكلم معاها بخصوص بنته سيدني، وبيقول لها إنه حاسس سيدني متغيرة بشكل رهيب. فبتقول لإيميلي إن بنته كبرت وتقدر دلوقتي تختار بنفسها، وبتطلب منه ما يضغطش عليها خصوصا في المرحلة اللي هي فيها. وده لأن هاورد خلاها تنضم لفريق العلوم غصب عنها عشان هو مدرس علوم. وفي النهاية بيقتنع هاورد بكلامها وبيقول لها مش هضغط عليها بعد كده. وبيجي تاني يوم وبتخرج الأسرة تاخد جولة في المدينة، وبيقابلوا عمدة المدينة وبيكون اسمها تامي. وبتعزمهم على مهرجان الهالوين اللي هيتعمل في المدينة وبتتكلم معاهم شوية. وبتبدأ تحكي لهم عن أسطورة قديمة مشهورة في المدينة عندهم. والأسطورة دي بتقول إن من زمن بعيد كان في شخص شرير اسمه جاك، ومن كتر شره وظلمه أهل المدينة اتجمعوا وشنقوه. ومن ساعتها كل سنة في عيد الهالوين بتحصل حاجات غريبة. وبيكون واضح جدا ان سيدني بتحب القصص والاساطير المرعبة على عكس ابوها اللي بيكون مش مصدق ولا كلمة من اللي بتتقال. وبعدها سيدني بتروح تاخد جولة في المدينة وبتعدي على المقابر، والفضول بيخليها تتمشى فيها لحد ما بتقابل 3 أطفال من سنها طالعين من مقبرة، وبيقولوا لها انهم كانوا بيدوروا على اي حاجة خارقة للطبيعة. فبتكتشف سيدني انهم بيحبوا الحاجات دي زيها، وبتتعرف عليهم وبتعرفهم انها لسه جاية جديد للمدينة. واول ما بيعرفوا البيت اللي هي ساكنة فيه بيقولوا لها ان في اشاعات كتير بتقول البيت ده مسكون، وده لان في ساحرة كانت عايشة في البيت ده وماتت من فترة كبيرة. فبتتحمس سيدني وبتقرر تعرف بنفسها اذا كان البيت مسكون ولا لا. ولما بيجي الليل وبترجع سيدني البيت بتلعب لعبة ويجا، وده عشان تعرف تتواصل مع روح الساحرة وتعرف لسه موجودة ولا لا. والمفاجأة انها بتتواصل مع روح الساحرة وبتعرفها انها لسه موجودة في المكان. وبتلاقي ابواب البيت بتتفتح كأنها بترسم لها طريق تمشي عليه. وبتفضل سيدني ماشية لحد ما بتوصل لأوضة مليانة خردة قديمة، ومن وسط الخردة دي بتلاقي صندوق قديم. ولما بتفتحه بتلاقي فيه حاجة عاملة زي الفازة شكلها غريب. فبتروح سيدني على طول لابوها وامها وبتقول لهم البيت ده مسكون، لكن محدش بيصدقها طبعا، وابوها بيفضل يتريق عليها. فبتتضايق سيدني وبتقول له انت دايما بتعمل كده وبتسيبه وبتمشي. وبيجي تاني يوم وبيروح هاورد للمدرسة اللي هيشتغل فيها، وبيقابل مدير المدرسة اللي هيشتغل فيها وبيسلمه الوظيفة على طول. وفي الوقت ده بتكون سيدني في المدرسة مع اصحابها اللي مهتمين بالظواهر الخارقة للطبيعة، وبيعزموها اصحابها على حفلة تنكرية لطلاب المدرسة. لكن هي بتعتذر لهم عشان ما عندهاش اي ازياء تنكر. فبيقولوا لها لو غيرت رأيها تقدر تيجي الحفلة، وبعدها بيمشوا. وبعدها بنشوف هاورد وهو راجع من الشغل وبيلاقي حد من الجيران حاطط له خفاش لعب على باب البيت. فبيرمي الخفاش في سلة الزبالة وبيروح يتكلم مع سيدني، وبيعتذر لها عن اللي حصل امبارح وعلى تريقته عليها. لكن سيدني مش بتقبل اعتذاره وبتجيب البتاعة الغريبة اللي لقيتها في الصندوق وبتولعها عشان تضايقه. وهنا هاورد بيتعصب وبيقول انه هيعاقبها وبيطفي النار، لكن فجأة بتولع تاني لوحدها. فبيعتقد هاورد ان سيدني اللي عاملة كده عشان تخوفه، فبياخدها ويرميها في الزبالة مع الخفاش. وفجأة بيسمعوا صوت جوه سلة الزبالة، وفجأة الخفاش بيتحول وبيطير في البيت كله. وهاورد وسيدني بيكونوا مرعوبين جدا ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. وبيفضل الخفاش يطير لحد ما بيخرج من البيت وبيقع عند تماثيل موجودة في الشارع. فبتبص سيدني من الشباك وبتلاقي الخفاش بيلمس التماثيل وبتتحول هي كمان وبتصحى وبيبدأوا يتحركوا من مكانهم. وفي الوقت ده سولي بيتفاجئ ان كل التماثيل بتتحرك وبتهجم عليه. فبيجيب بندقية وبيضرب عليهم نار. وبيطلع هاورد وسيدني على الصوت وبيشوف التماثيل بتهجم على سولي. وهنا بتتدخل سيدني وبتضرب التماثيل وبتبعدهم عنه. وبتقول لابوها ان اكيد كل اللي بيحصل ده بسبب الساحرة. فبينصحهم سولي يروحوا يتكلموا مع حفيدة الساحرة ويعرفوا منها ايه اللي بيحصل بالظبط. وبالفعل هاورد بياخد بنته سيدني وبيروحوا يقابلوا فيكتوريا حفيدة الساحرة، وبيعرفوا منها ان قصة جاك اللي سمعوها قصة حقيقية مش مجرد اسطورة. وبتعرفهم ان جدتها زمان حاولت تحضر روح جاك، لكن الموضوع خرج عن السيطرة وجاك حاول ياخد ارواحهم عشان يتحرر من الجحيم.
ومن ساعتها جدتها حبست جاك في البتاعة القديمة اللي سيدني لقيتها. وهنا سيدني بتفهم انها حررت روح جاك من غير ما تقصد، لكن ابوها ما بيكونش مصدق برضه وبيقول كل ده مجرد خرافات. وفجأة العناكب اللعبة اللي في المكان بتصحى وبتهاجم كل اللي موجودين في المكان، فبيبدأ هاورد يصدق ان اللي بيحصل ده حقيقة، وبيبدأ هو وبنته يواجهوا العناكب دي وبيخلصوا عليها. بعدها بتتكلم سيدني مع ابوها وبتقول له لازم نحبس روح جاك مرة تانية، وبتقول له انها عارفة مجموعة شباب ممكن يساعدوهم. وبتاخد هاورد وبيروحوا يقابلوا اصحابها في الحفلة التنكرية، وبيعرفوا ان لازم يوصلوا لتعويذة معينة في كتاب قديم عشان يقدروا يحبسوا روح جاك مرة تانية. والكتاب ده بتاع الساحرة اللي كانت عايشة في بيت هاورد زمان، والكتاب ده دلوقتي موجود مع مدير المدرسة بتاعتهم. وبعدها بيروحوا لمدير المدرسة وبيلاقوا الكتاب اللي فيه التعويذة، لكن فجأة بيهجم عليهم تماثيل كتير وبياخدوا الكتاب وبيحرقوا الورقة اللي فيها التعويذة اللي هتحبس جاك. وبعد ما هاورد بيخلص على كل التماثيل اللي موجودة بيلاقوا كل التماثيل اللي في الشارع اختفت، فبيعرف ان جاك بيجمع كل التماثيل واللعب وهيعمل بيهم جيش كبير. وهنا بيقرروا يعملوا تواصل مع روح الساحرة، وبتدخل الساحرة جسم هاورد وبالفعل بتقول لهم على التعويذة. وفي الوقت ده بيكون جاك وصل بيت هاورد وبيهجم على مراته، ولما بيوصل هاورد وسيدني البيت بيقدر هاورد يوصل لمكان جاك وبيقول التعويذة عليه وبيحبسه مرة تانية للأبد. وبيخلص الفيلم على كده.